كنت فين لغاية دلوقتي يا بنتي؟ ما انت عارفة يا ماما. معقول كل ده كنت عند نبيلة صاحبتك؟ لا، ما انا حودت على سمير وانا راجعة. اكيد بسلامته زعلك. الظاهر ان اعصابنا كانت مشدودة. يا بنتي ارحميني وارحمي نفسك. يا ماما انت عارفة ان سمير انسان كويس. اللي اعرفه ان ميكانيكي وبس. حاولت معاه ما قدرتش اقنعه. يبقى عملنا اللي علينا. يعني ايه يا ماما؟ يعني كل حي يشوف مصلحته يا ضنايا. ما اقدرش يا ماما، ما اقدرش اتخلى عن سمير بالسهولة دي. وما فكرتيش في امك؟ اقول ايه للناس؟ اقول لهم ان البنت اللي حيلتي كبرتها وعلمتها واخترت لها ميكانيكي عشان تتجوزه. ناس الحارة كلهم عارفين مين هو سمير. ما هي دي المصيبة، عارفين انه ميكانيكي ابن ميكانيكي. لكن كل الناس هنا عارفين ان معاه بكالوريوس هندسة. الناس هتنسى شهادته لما تشوف بدلته المزيتة. عمرك ما كنتي قاسية على سمير بالشكل ده. كنت فاكرة ان الورشة تسلية مش وظيفة. بيقول ان هو بيكسب من الورشة كويس قوي. ده قرش طيار يا ضنايا، واللي قبلنا قالوا ان فتك المير يتمرغ في ترابه. مش عارفة اقول لك ايه يا ماما، الحقيقة انا محتارة. طول ما انا موجودة عمرك ما تحتاري. على فكرة المعلم فرج سأل عليكي. وبيسأل عليا بمناسبة ايه؟ انت ناسية ان كان حبيب المرحوم ابوكي الروح بالروح. انا خايفة يا ماما يكون بيرسم على بعيد. يا بنتي يا حبيبتي الراجل عايز يخدم. لكن اللي انا اعرفه ان هو كان تاجر خردة. الكلام ده كان زمان، دلوقتي عقبال السامعين بيشتغل في الاستيراد والتصدير. المهم هو عايز ايه بالظبط؟ عايز يجامل المرحوم ابوكي ويشغلك في الشركة عنده. والله فكرة، ليه لا؟ بقى لسه متخرجة من شهر وهتشتغلي من بكرة؟ ايه الهنا ده كله؟ هنا ايه بس يا نبيلة؟ مش يمكن الشغلانة ما تعجبنيش؟ لا بقى، واضح ان الشركة محترمة. مش لازم اشوف هشتغل ايه؟ على العموم جربي، عجبك الشغل اهلا وسهلا، ما عجبكيش برضو ما خسرناش حاجة. بصراحة انا قلبي مش مطمن. عيبك يا مديحة انك انسانة مترددة في كل قراراتك. يا نبيلة الفلوس مش كل حاجة. ما انت صحيح مش حاسة بالدنيا. اخصى عليك يا نبيلة، ليه بتقولي كده؟ اسفة يا مديحة، لكن صدقيني انا هدفي مصلحتك. على العموم انا هروح الشركة بكرة وربنا يسهل. خلينا بقى في المهم، ايه اخبار الباشمهندس؟ مين؟ سمير؟ هو في باشمهندس غيره ولا ايه؟ انا كنت عنده امبارح. هو امتى بقى ان شاء الله هتفرحونا؟ مش لما نتفق الاول؟ نعم، بقى بعد السنين دي كلها لسه هتتفقوا؟ سمير مصمم يشتغل في الورشة، طول عمره انسان عملي، هو دي اكبر ميزاته. انت بتقولي ايه يا نبيلة؟ بقى بعد التعليم ده كله عايزاني اتجوز ميكانيكي؟ ما تنسيش ان الميكانيكي ده يبقى الباشمهندس سمير اللي بيحبك. طب والشهادة اللي معاه؟ الشهادة يا مديحة مش معناها وظيفة محددة، احنا اتعلمنا عشان نقدر نفكر صح ونواجه حياتنا. ايوه بس دي مجرد فلسفة بعيدة عن الواقع. صحيح احنا الاتنين درسنا الفلسفة في الكلية مع بعض، لكن للأسف طول عمرك بتنظري للفلسفة على انها مجرد كلام وبس. انت ناسية اننا عايشين في بيئة ليها ظروفها وطريقة تفكيرها. انت اللي ناسية ان اسلوب الحياة والتفكير بيتغير من جيل لجيل، وعمر طبيعة الشغل ما قللت من قيمة الإنسان. لكن ماما ليها رأي غير كده. مامتك إنسانة طيبة لكن لسه عايشة بأفكار زمان، مش قادرة تتصور إن الدنيا اتغيرت. أنا عندي أحلام كتيرة قوي نفسي أحققها. صدقيني بكرة سمير هيحقق لك كل أحلامك. سمير مش عايز يسيب الورشة ولا الحارة، أصله طول عمره إنسان أصيل. نورت الشركة يا بنتي. منورة بيك يا معلم. قلتيلي اتخرجتي من كلية ايه؟ كلية الآداب. طب وتحبي تشتغلي ايه بقى؟ أي شغلانة تكون مناسبة. تفهمي في حسابات الشركات؟ بصراحة أنا بفهم بس في الفلسفة. ايه؟ فلسفة؟ طب تعرفي تشتغلي على الآلة الكاتبة؟ ممكن أتعلم. أكيد بقى تعرفي لغات إنجليزي وفرنساوي يعني. الحقيقة أنا في الإنجليزي نص نص، والفرنساوي مش قوي. بس لقيتها، انت من النهاردة هتبقي السكرتيرة الخصوصي بتاعت مكتبي. مش فاهمة. يعني باختصار بوسطة الشركة انت اللي هتقدميها كل يوم. لكن مؤهل يا معلم. مؤهل ايه؟ المؤهلات دي حاجة والحياة العملية حاجة تانية. على العموم نجرب. يبقى اتفقنا، من بكرة الشغل والمرتب 150 جنيه. ايه معقول؟ 150 جنيه؟
امال انت بتشتغلي في شركة محترمة ومظهرك من مظهر الشركة. الحقيقة أنا مش عارفة أشكرك إزاي. ده انا اللي اشكر الظروف السعيدة اللي خلتني اقدر اخدم. طب أقدر أستأذن دلوقتي؟ طريق السلامة. مستخسر فيا كلمة مبروك يا سمير. بصراحة أنا شايف إن الوظيفة دي غير مناسبة. بقول لك هيدفع 150 جنيه في الشهر. نظير إيه يا مديحة؟ نظير شغلي طبعا. أنت عارفة يعني إيه الأول سكرتيرة خصوصية؟ لا يا سمير، أنت تفكيرك راح بعيد. من حق أخاف عليك. أنت عارف إن مديحة وقت اللزوم ب10 رجال. أنا مش عارف أنت مستعجلة على الشغل كده ليه. لازم تعرف إن الشغلة دي أنا ما جريتش وراها. أنا عارف إن الشغلة هي اللي جريت وراكي، وهو ده اللي مخوفني يا مديحة. بيقولوا اللي بيخاف على إنسان يبقى بيعز. إيه؟ عندك شك في دي كمان؟ اللي أعرفه إن اللي بيعز إنسان بيحاول يرضيه ويسعده. أكيد طبعا. طب ليه يا سمير؟ ليه ما بتحاولش؟ هنرجع تاني لموضوع الحارة والورشة يا مديحة. هقول لك، في شركة استثمارية وطالبة التخصص بتاعك. عايزين أسيب ورشتي واشتغل عند غيري؟ المرتب اللي هيدفعه كبير كبير قوي. صدقيني يا مديحة، صدقيني ممكن نحقق طموحنا من الورشة دي. يهون عليك نسيب حينا؟ يا سمير حاول تبص لقدام. للأسف انت اللي ماشية مغمضة عن حاجات كتير مش قادرة تحس بيها. كلام، مجرد كلام، بتفكر بطريقة غلط. ايه؟ بتسخري من أحاسيسي يا مديحة؟ بصراحة يا سمير أنا جاي دلوقتي أحدد موقفي معاك. الحي والورشة دول كوم، وارتباطي بيك كوم تاني. كده؟ وأنا اخترت يا مديحة. أرجوك فكر الأول. الحي والورشة دول عمري، وأنا مش مستعد أتنازل عن عمري ده لإنسانة بتحاول تنسى أصلها. يا سمير معقولة تكوني أنت مديحة؟ مديحة اللي حبيتها السنين دي كلها؟ الله الله الله، ايه ده كله؟ ايه الشياكة دي كلها؟ عجبك الفستان؟ هو الفستان بس اللي عجبني. تقصدي اوضه السكرتارية؟ طبعا. ايه ده كله؟ مكتب وتليفون وتكييف ودنيا تانية. اصل فرج بيه بيقول ان دي لوازم السكرتيرة الخصوصي. من زيك بقى يا حضرة السكرتيرة. لكن قوليلي ازاي عرفتي عنوان الشركة؟ بقى معقول شركة استيراد كبيرة زي دي حد ما يعرفهاش؟ على فكرة مبروك على الوظيفة. اعمل ايه؟ قلت اشتغل في مدرسة خاصة لغاية ما يجيلي تعيين. وايه اخبار الفلسفة معاكي يا حضرة الفيلسوف؟ بقولك ايه، سيبي الفلسفة دلوقتي وخليكي في المهم. بتشوفي سمير؟ ها؟ من مدة ما شفتوش. ايه؟ ماشية بطريقة التقل صنعة ولا ايه؟ لا تقل ولا حاجة، الظاهر ان التفاهم بينا بقى مستحيل. مديحة انتي بتقولي ايه؟ قلت اللي سمعتيه دلوقتي. اكيد انتي مش في وعيك. انا اللي غلطانة اني اربط نفسي بواحد زي سمير. انتي عارفة كويس ان مفيش شاب اليومين دول باخلاق سمير. كل ده عارفاه كويس، لكن طموحه محدود قوي يا نبيلة. الطموح مش معناه نتخلى عن جذورنا. احنا خلاص قررنا نسيب بعض بالسهولة